تفوجوا. فهو تقريبا ان شاء الله هيبقى محضر وهيبقى مجهز للماتش صح، وان شاء الله ربنا يستر. وطبعا هرجع اقول مره واثنين وثلاثه، جمهور النادي الاهلي هيبقى السر في الماتش ده. مش في الماتش ده بس، هيبقى كمان السر في ماتش ريال مدريد. جمهور النادي الاهلي النهارده كان قاعد في المدرجات، طبعا بيتابع الماتش وبيشوف الخصم بتاعنا هيبقى عامل ازاي. فجمهور النادي الاهلي في الماتش دوت بالذات هو هيبقى كلمه السر. زي ماتش العين، انت كسبت العين بالجمهور. فريق العين كان نازل الملعب اول دقيقتين، هو خلاص هو شطب كوره، هو مش عارف يلعب، هو مش قادر. فجمهور النادي الاهلي في ماتش باتشوكا هو هيبقى السر، هيبقى مكمن الخطوره للنادي الاهلي. ايوه هو باتشوكا مش فريق جامد، بس فريق زي ما انا قلت لك بيعرف يلعب الكره السهله. صعوبته ان هو بيلعب الكره السهله. فان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نعدي من باتشوكا ونقابل ريال مدريد. وانا من وجهه نظري الماتش 2-0 باذن الله للنادي الاهلي. بس كده عزيزي الاهلاوي، فيديو على السريع، وما تنساش تدعمني بشير ولايك وسبسكرايب، سواء على التيك توك او على اليوتيوب. سلام.